سلام حبوباتي، إن شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بألف ألف خير، تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. اليوم أنا نضت بكري، بديت بكري وكملت بكري، يعني أنا نحب فطوري نبدالو بكري. لهنا أنايا بديت بالفلون، درتو يبرد هو الأول كملتو، ورحت درت الشوربة تاعي تاع الفريك. حنا لازم الشوربة الفريك ما تخطيناش شهر. ودرت لهم بوراك تركي، سلطة والخميرة. إلا هنا كي بديت بالفلون، درت 2 باكيات فلون بليطرة تاع حليب. درت ذوق الفراولة، إلا هنا الفلون تاعي نخليه يبرد. ولا هنا التزيين اختياري. انا درت التزيين تاعي، درت 2 مغارف نشا، 2 مغارف سكر وعطر الفراولة. حبيت نزين الفلون تاعي، ما حبيتش نخليه سامبل، ولكم الاختيار كل وحده واش تحب. الا هنا زينت الفلون تاعي، وكان عندي لوز ايفيلي قلت نزيد نزينو. كيما قلت لكم التزيين اختياري، تحبوا تخلوا الفلو تاعكم سامبل، تحبوا ديروا له تزيين. انا بديت بالفلو حطيته هو الاول يبرد، وكل ما يبرد مليح كل ما يجي بنين كيما نقولوا كي تبغي تاكليه في السهريه يجي بنين. لهنا كملت الفلون تاعي نحطوه يبرد. ونبداو بالشوربه تاع الفريك. لازمه في الطابله، لازمه تكون، وخاصه في شهر رمضان يعني ما تخطيناش، لازمه تكون شوربه الفريك. عندنا لي زيبيس، فلفل اسود، ملح، راس الحانوت وفلفل احمر، الرند والفلفل اليابس، وعندي الثوم والبصل، الطماطم والزروديه هذه كيما نقولوا للبنه. عندي الفريك واللحم نتاعي. الا هنا حطيت اللحم نتاعي ونضيف له البصل والثوم. انايا الشوربه نتاعي نصفيها، يعني كي يطيب اللحم نصفيها باش ندلها الطماطم وندلها الفريك. لهنا الزروديه قلت لكم للبنه. عندي حبه طماطم رحيتها ولي زيبيس. والشوربه تاعكم باش تجيكم بنينه نقصوا لها النار وخلوها تطيب بعقلها، يعني ما تشلفوهاش. لهنا المعدنوس و2 مغارف زيت. ما تكثروش الزيت، خاصة كي يعود اللحم فيه الشحم. لهنا الطماطم انا نخليها حتى يطيب اللحم، يعني باش نضيفها. والفريك كذلك، كي نصفي الشوربه نتاعي ونشوف اللحم تاعي طاب نضيف الفريك. لهنا راهي تكتك وطيب بعقلها. نروحوا للحشوه نتاع البوراك التركي. لهنا عندي البصل قطعته قطع صغيره، حبه تاع ثوم، والفلفل ثاني قطعته صغير، زيتون، دبشه، وحبه تاع زروديه ربيتها، وعندي زدر تاع الدجاج قطعته صغير، والفرماج اختياري اللي عندك استعمليه. لهنا نقلي البصل مليح، ونقلي معها الفلفل، ونزيد الحبه الزروديه اللي رحيتها باش تعطيني البنه.
كي يتقلاو مليح نضيفو الزدر تاع الدجاج يكون مقطعاتو صغير. الحشو نتاعو اقتصادي. لهنا لي زيبيس نضيفو الفلفل الاسود والملح فقط، يعني ما نضيفو حتى اضافه. لهنا نضيفو الزيتون، نخلطو كلش مع بعضاه. لهنا وهي سخونه نضيفو الدبشه ونضيفو الفرماج. والحشوه نتاعكم ديما خلوها تبرد باش من بعد كي تحشوها في العجين كيما نقولوا تكون بارده، على بالكم تستعملوها وهي سخونه راح تتقطع لكم العجين. ندير الفرماج، نخلطوا المكونات مليح. حشوه بسيطه اقتصاديه ما تديش الوقت وسهله. نغطوها ونحطوها نستعملوها كي تكون بارده. إلا هنا العجينة تاع البوريك التركي، عندنا كاس تاع حليب يكون دافي، وعندنا مغرف سكر ومغرف خميرة الخبز. خلطوا المكونات مليح مع بعضهم. ونضيفوا 4 معالق كبار تاع زيت، يعني 4 مغارف فقط. نخلطوا مليح المكونات ونضيفوا الفارينة. الفارينة ضيفي حتى تتحصلي على عجينة، يعني عينك ميزانك. انا لهنا هزت لي 2 كيسان ونص فارينة. نضيفوا الملح، ما ننساوش الملح، ونخلطوا حتى نتحصلوا على عجينة. كل ما تحسوا العجينة تاعكم مازالت ناقصة فارينة ضيفوا لها الفارينة. إلا هنا تحصلت على عجينة نعطوها الوقت ساعة نص ساعة، يعني حتى تخمر. إلا هنا ساعة خليتها ترتاح حتى انخمرت. هذه هي النتيجة، لازم تخلوها ترتاح وتعطوها الوقت. إلا هنا العجينة تاعي نقطعوها. إلا هنا كما نقولوا العجينة تاعي تحصلت على يعني 9 حرابش. لهنا عندي المايزينا يعني نشا نستعملو كي نعودو نسرحو في العجين. يعني الكمية هذه خرجت لي 8 حرابش ومعهم وحدة صغيرة. لهنا نسرحو العجينة تاعنا على شكل مستطيل، ولازم المايزينا. كما راكم تشوفوا سرحت العجينه تاعي. هذه الخلطه فيها مغرف مايونيز، مغرف هريسه، شويه فلفل اسود ودبشه. تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. لهنا عندي فرماج رابي. انا درتها باش ما تجينيش الحشوه ناشفه، يعني باش كي تاكلوها تجيكم هكا لداخل ماهيش ناشفه، بزاف بنينه. الحشو تاعنا يكون بارد كما قلت لكم، ما يكونش سخون باش ما تقطعش العجينه نتاعكم.
نضيفوا الفرماج. كيما هكا الطريقة، حتى تحصلوا على حربوش كيما هكا. نحطوه في ورق الطهي باش ما يلصقش معاكم، لازم ورق الطهي كيما هكا. ولا هنا عندي صفر بيضة مع شوية حليب، ندهنهم كيما هكا باش يعطونا اللون هذاك الشباب، يعطونا احمرار ما شاء الله. ولا هنا عندي السينوش خلطته مع الجلجلان كيما هكا، خلطوا السينوج مع الجلجلان. كيما راكم تشوفوا وجد قطعته، درت له السينوج والجلجلان وطيبته، يعني جا ما شاء الله. يعني ديروه وجربوه ماكمش راح تندموا، يعني جا ما شاء الله هش، والحشوة تاعو جات يعني بزاف بنينة، يعني جا ما شاء الله. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها في شهر رمضان، ويجي خفيف، يعني حتى كي تاكلوا منه يجيكم خفيف، شهيتكم في الجنة. وجات كمية ما شاء الله. إلا أنا الشوربة تاعي وجد تاع الفريك، والبوراك نتاعي لهشوش وجد يعني ما شاء الله. والسلطة درت ديكور خفيف. وإن شاء الله تفطروا بالصحة وصحة فطوركم حنوناتي، وإن شاء الله يعجبكم الفطور تاع نهار اليوم، وتجربوا وصفاتي وتعجبكم الوصفات وتجربوها وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله تدعموني. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر.